بسم الله. السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معنا في مطبخ حياه. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وتكونوا كاملين ان شاء الله بصحه جيده. اليوم نشارك معكم بسبوسه كتجي رائعه وزوينه. اول حاجه نبداو بها هي السيرو. هنا عملت كاس ديال العنبه السكر مع 2 كيسان ديال الماء مع طرونش ديال الحامض. نعملوها هي الاولانيه كنعملوا لها كتغلى باش كيبرد لنا بما خرجنا البسبوسه. بالنسبه للمقادير ديال البسبوسه، هنا عندي 3 البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، وعندي واحد رشه ملح، وعندي 2 ساشيات ديال زهره البرتقال. ما كانش عندكم كتعوضوا بالفاني، ولكن كتعطي واحد المذاق غزال لهاد البسبوسه. غنعملو غير 3 ديال المعالق ديال السكر، كيجيو تقريبا واحد نص كاس ديال العنبه، ونخلطو مزيان حتى كيذوب السكر. غنضيف كاس ديال الحليب، هانتوما كتشوفوا لكم درجه حراره المطبخ، كاس ديال الزبده مذوبه تكون نوعيه جيده، ضروري تكون بارده، كاس ديال اللوز اللي مطحون بالقشره ديالو ما محمر ما والو، كتعبروه كاس وكطحنوه، كيعطيني كاس وواحد شويه ملي كيتطحن. غنضيف واحد التفاحه اللي محكوكه بالقشره ديالها. بالنسبه للسميده عندي هنا 2 كيسان ونص ديال العنبه تكون نوعيه جيده. وفي الاخير غندير الساشيه ديال خميره الحلويات 8 غرام. ونعمل في هذا المول هذا بالنسبه للمول كدهنوه بزبده وكترشوه بالسميده صافي. غندخلها الفرن طيب عاديه حتى كتطلع تحمر من تحت، وعاد كنحمروها شويه من الفوق. خرجنا البسبوسه من الفرن، غنسقيو دابا من بعد كيبرد السيرو، غنسقيوها وهي سخونه. كتعطيوها الوقت حتى كتبرد مزيان. هذا نزينوها ونفتح معكم تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هذا هو شكل البسبوسه من بعد ما بردات. كندهنوها اما بالكونفيتور ولا بالعسل، وزينتها بشويه ديال الكوكو واللوز كونكاسي اللي محمر. غنقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. بسم الله. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي من الداخل، راه كتجي هشيشه ومهويه وكتجي زوينه. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بدون تردد، كتجي ولا اروع. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعونا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء، والى فيديو قادم ان شاء الله.